السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم السوق بتاعنا، احنا سوقنا بيبقى يوم الاربع. اسعار كده خيالية، الناس ماشية في السوق كده تكلم نفسها، خصوصا الطماطم، يعني زي ما بيقولوا كده مجنونة يا طماطم. الطماطم ب20 جنيه، و2 كيلو ب35 جنيه، ومش حلوة يعني غالية ومش حلوة. يعني ما بتبقى رخيصة بتبقى أحلى من كده بكتير. لكن الطماطم يعني دي كانت أحلى طماطم في السوق. ال3 كيلو ب55 جنيه، هتاخدي 2 كيلو ب35، هتاخدي كيلو ب20 جنيه. وتيجي تمسكي الطماطماية ما هيش جامدة قوي يعني، بس يعني ها. يعني أنا عن نفسي ما بتجيبنيش الأسبوع اللي هي تبقى جامدة كده. يوم والتاني تلاقيها استوت معاكي في التلاجة. والجوافة بصراحة في ب25 وفي ب30 يعني، في كده وفي كده. دي ب25. والخيار ب15 جنيه، طبعا الخيار الفلاحي طلع وريحته حلوة كده جميلة بصراحة. والمانجا ب35، جبت كيلو بصراحة برضو. والبلح الأصفر ده ب15 جنيه، والأحمر برضو ب15 جنيه. كيلو وكيلو، الأول كنا بنجيب 2 من ده واتنين من ده. والبلح الأسمر ده برضو، البلح الأسمر ب25 جنيه، غالي شوية عن الأصفر والأسمر. الرمان بقى اللي ب15 جنيه، وكيلو وربع ب15 جنيه. فتحناه برضو، هو لسه مزز شوية، بس أنا أصلا جايباه عشان هعمله مع الجيلي. وده ربع نص كيلو ليمون ب5 جنيه. الكيلو ونص ب10 لو هتغرفي، لكن لو هتنقيه نص ب5. والعنب ب25 جنيه، طبعا العنب ما عادش حلو زي الأول، يعني لفيت عليه كتير على ما لقيت كده، ويا قلت يلا يمكن تكون آخر مرة اشتري فيها عنب. والبتنجان الحلو ده كيلو ونص ب10 وب5 جنيه. يعني في نفس البتنجانة، في ناس بتبيع كده وفي ناس بتبيع كده. والبطاطس ال2 كيلو ب25 جنيه، بطاطس تحمير حلوة بصراحة. والشطة الخضرة ديت، أنا الحمرة ديت أسفة، أنا جايباها بصراحة عشان أخزنها فمش لاقية. فهي ملونة كده، فالست قالت لي سيبيها في الكيس كده بتطلعهاش لغاية بكرة، هتلاقيها كلها حمرة دم، تقدري تفرميها بقى براحتك. ب20 جنيه، أنا جبت كيلو ونص على ما عرفت أنقي يعني من اللي قدامي. الكيلو ونص ب30 جنيه. بصراحة الناس النهاردة من الأسعار، كان كل واحد يجي ماشي يكلم التاني كده ويقول له شفت الأسعار؟ سمعت عن أسعار النهاردة؟ أسعار كده خيالية. هو كل يوم يعني كل سوق عارفين إن كل حاجة ب30، 25، 25، 30، 35، مفيش حاجة أقل من كده. بس الطماطم النهاردة بصراحة اللي يعني اللي عاملنا شوية ومزعل الناس، إن الطماطم مش حلوة قوي وغالية كده. يا ريتها حلوة الطماطم الملحمة الحلوة، وتبقى غالية، لكن هي مش حلوة وغالية. بس هنعمل ايه؟ مضطرين، يعني ما ينفعش البيت من غير طماطم. انت ممكن يبقى من غير خيار ومن غير فاكهة، لكن من غير طماطم لا. هتطبخي، هتعملي سلطة، هتعملي طرنشات كده طماطم مخللة. يعني كلها مطلوبة في البيت بصراحة. مفيش غنى عن الطماطم بالذات في المطبخ، في الشقة. يعني الطماطم لو موجودة ممكن تعملي أي وصفة، أي أكلة، أي حتى لو نواشف هتعملي أكلة من الطماطم. مفيش غنى عنها. فربنا يا رب يرحمنا برحمته، ويهدي حالنا كده، ويهدي حال الطماطم، وينزلها تبقى حتى ب10 جنيه. احنا راضيين تبقى ب10 جنيه، بس تبقى حلوة يعني. حتى يا ريتها غالية وحلوة، لكن هي مش حلوة خالص. يعني حتى بنتي بتيجي تعمل سلطة بتقولك دي أحلى طماطم، قلت لها دي أحلى طماطم في السوق. يعني انا مشيت كتير لغايه ما لقيت. وطبعا البياع يا دوبك يعني اللي كان بيجيب تقفصتين 3 4 بيجيب واحده بس، عشان الطماطم غاليه ومفيش طماطم. طبعا بنزل بقى كل الخضار زي ما انتم شايفين كده بالفاكهه في الحوض بتاعي، وابدا اغسل فاكهتي على بعضها كده وخضاري على بعض. ما بدخلش حاجه التلاجة خالص. متابعين اللي عارفيني انا مش بدخل اي حاجه التلاجة بدون غسيل، آه، منعا لاي بكتيريا او جراثيم او اي حاجه خالص. عشان انت بتنقي الحاجه في السوق، دي مسكتها ودي مسكتها ودي مسكتها، لا يبقى انت غسلت الحاجه مكانها وتدخليها التلاجة، وتطلعي برضو من التلاجة تشطفيها وتاكليها. يعني مش لازم انت تقولي انا غسلتها يبقى خلاص مش هغسلها تاني. انا بغسل الحاجه وادخلها التلاجة، وبعد ما اطلعها من التلاجة بغسلها تاني. طلع خيار، طماطم، بغسلها تاني. غسلت كل الفاكهة والخضار بتاعتي
وحطيتهم كده على الرخامة يتصفوا بس على ما امسح التلاجة بتاعتي. يعني انا بقوم مسحة التلاجة قبل بعد ما برص الحاجة كده تصفي بس من ميتها، وابدأ بقى ايه ادخل الحاجة في التلاجة بعد ما امسحها. همسح التلاجة واتضير بقى وارص الحاجة بتاعتي واتضير بقى. انا كنت جايبة سمك وكان عندي بتنجانتين كده لقيتهم في التلاجة، شوفوا حتى معرقين مية، لكن ديت من البتنجان الصابح. هنعمل سلطة بتنجان وهنعمل التمليحة بتاع السمك المشوي طبعا. اليوم الأربع عندنا ده بيبقى يعني سمك قليل أو نادر أوي لما بعمل حاجة غير السمك. بس هو أغلبيته يعني بجيب معايا سمك معايا وأنا جاية من السوق. طبعا التمليحة معروفة توم وليمون وفلفل وشطة، وزي ما قلنا لو حابة تحطي طماطماية بصلاية صغيرة حطي. بس بصراحة لما غلو الحاجات غلت كده ما عدتش بحط بصراحة. وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة ديت ايه التوابل. ده بقى عملت التمليحة بتاعتي وركنتها ايه على جنب، لان طبعا انا حاطة السمك في التلاجة. وكنت جايبة كيلو جوافة ب15 جنيه للعصير، هو مش للاكل خالص. حتى انتوا شايفينها اصلا ما كنتش جبتها في التصوير في الاول، لان اول ما جيت شيلته حطيته على الرخامة عشان كان يعني ايه مستوية. قلت عشان ما حدش يسند عليها ولا يدوس عليها. على ما كنا فطرنا كده وحطينا وقمت شفت الايه اغسل حاجتي. قشرت بقى ليمونه كده وحطيتها عليها علشان هدخلها في الفريزر. اوقات بيجي مثلا بنتي ولا ابني ولا مثلا ضيف يجي او ما اعمل عصير ما بيبقاش في حاجه في التلاجة، فتكوني عندك كده مجهزه مثلا كل مدى حط الكيس. يعني مش لازما تضغطي على نفسك وتقومي جايباه كله مره واحده، كل مدى هاتي الكيلو حطيه كده في كيس ودخليه الفريزر. ولما تعوزي تعملي العصير تقومي مطلعاه عاملاه عصير يكون موجود عندك في اي وقت، سواء ليكي او لضيف جه على وقت يعني جه فجأة كده، يبقى انت عندك حاجتك جاهزة في البيت. بعد ما خلصت بصراحة وعملت لي كمان كوباية شاي وقعدت وريحت شوية، لان طبعا يعني عايزين السمك ده يكون ساعة الاكل على طول يكون سخن نار. طلعت بقى السمك اللي كان في التلاجة، كنت حاطاه بالعلبة بتاعته كده في التلاجة، يعني ما فيش ساعتين تلاتة وقمت مطلعاه. لان طبعا اما باجي من السوق بفطر وممكن انام تاني او اريح، فلازم أن يكون السمك يتحط في التلاجة. لو في الشتاء مش هتحطيه، هتسيبيه بره التلاجة عادي مش بيجراله اي حاجة. لكن احنا في الصيف ما ينفعش تسيبي اي سمك غير المجمد لو هتسيبيه يفك. لكن لو هتعملي برضو لو انت جاية الصبح وهتعملي العصر حطيه برضو في الفريزر عشان ما يفكش قوي. هنا بقى انا غسلت الرز بتاعي، اول دور وتاني دور حطيته على السمك بعد ما اكون غسلت السمك. غسلت السمك بصراحة عشان يتطلع كل مثلا لو مية مش نظيفة او حاجة مش نظيفة في نغششه. بغسله الاول بعد كده ارجع احط عليه مية الرز، بتخلي ريحته حلوة وتمنع عنه اي زفارة. وغسلت الرز بتاعي على معلقتين من الزبدة ومن السمنة، وكان الرز استوى على ما انا كنت طلعت شويت السمك. طبعا احنا عاملين التمليحة، خدت السمك وخدت الرز وخدت اسفل التمليحه وطلعت على السطح شويتهم ونزلت. كنت نزلت لقيت بنتي موضبه الطبليه كده، يا دوبك حطينا بقى السمك والرز. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون كده عجبكم واستفدتوا منه واتبسطتوا معايا واتسليتم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.